طيب وهمي برجر ضد الوحش برجر، الاثنين نفس الباكجينج تقريبا، الاثنين بيقدموا البرجر بتاعهم في عيش بريوش في نفس البوكس مع بطاطس واضافات، والاثنين نفس السعر تقريبا، نفس المنيو، نفس كل حاجه بالظبط. فمين فيهم بقى اجمد؟ ده اللي احنا هنكتشفه النهارده. بس يا جدعان واخدين بالكم من فرق حجم الساندوتش البرجر ما بين الاثنين ولا لا يعني؟ فايه، خلينا نركن البرجر الوحش على جنب دلوقتي وخلينا نخش بقى على وهمي. فهو جاي لنا 2 كورن، وده كده بقى شكل الساندوتش، وده كده بقى حجمه جنب وشي يعتبر صغير شويه، محطوط عليه قطعه بيكن، يعني ده كده الحجم بتاعها تعتبر برضو صغيره شويه. بصوا هو طعمه حلو جدا، البرجر نفسه محشي من القلب بتاعه جبنه. العيش مجرم خطير فظيع، يعني مفيش احلى من كده. الصوصات حلوه جدا، هي لاذعه شويه بس حلوه برضو. مشكلتي الوحيده بقى اللي انا ما حسيتش بطعم بيك. ويلا بينا بقى نخش على الحجم الوحش مع الوحش برجر. يا بصوا حجم الجبوش عامل ازاي، بصوا الكميه اللي في القلب عامله ازاي. يا ابيض، يا لهوي. بصوا هو وهمي حلو فظيع وكل حاجه، بس القطمه هنا حاسس ان هي اغنى شويه. هنا بقى في صوص جبنه، في صوص كده معين، يعني تحس ان هو بيك تيستي ومش بيك تيستي. يمكن طعم البيكن بتاع وهم انا حبيته اكتر، لكن هنا البيكن ياما. لكن بقى اكتر حاجه هنا مميزه في الساندوتش ده هو طعم العيش نفسه اللي هم عاملينه، وطعم حته اللحمه بتاعت البرجر. فخلصت الموضوع، وهمي جامد جدا، يستحق الزحمه اللي عليه، يستحق انكم تجربوه. بس الصراحه انا لما عاوز اكل واتمزج بقى وبرجر وبتاع، انا هروح على الوحش برجر وانا ضميري مرتاح.